أول مرة تبات بعيد عني. معلش، تاخدي شوية وقت على ما تتعودي. أنا عارفة، أنا بس ما عرفتش أنام ولا دقيقة وهي مش موجودة. خلاص اتكلمي معاه وقولي له يبقى ياخدها طول اليوم بس تبات هنا. لا طبعا ما أقدرش أقول له كده، ده غير إن هو كمان بيبقى وحشها. أنتي مش فاهمة فرحتها وهي رايحة تبات عنده. طب ما تضايقيش نفسك، يلا قومي البسي وتعالي نروح نفطر عند بوسينة، أنا جعانة قوي، ونشرب القهوة بتاعتنا. ما ده العادي حبيبتي إنك جعانة. ايه ده؟ هترمي نفسك، قومي يلا البسي. معلش مش هينفع، ليه؟ لازم أروح السوبر ماركت، ورايا حاجات كتير قوي أشتريها ومش عارفة هبقى فاضية تاني إمتى. يا بنتي لسه بدري، يلا قومي البسي بلاش غلاسة، ابقي اعملي المشاوير دي بعدين. يلا. حاضر. بقول لك جعانة. كنت عايزة حضرتك في موضوع مهم. طبعا اتفضلي قولي. صالح كان بيقول ان المجلة لسه ما استقرتش على موضوع الكتاب السنوي اللي بنعمله كل سنة. انا فكرت اننا نعمل فكرة الكتاب السنة دي عن تطور الصحافة الورقية وازاي اتطورت لغاية دلوقتي، ونستشهد بنماذج وتبقى مرجع في الصحافة. وعلى فكرة مجلس الإدارة معجب قوي بالفكرة. دي فكرة كويسة جدا. ليه؟ انت كان عندك فكرة تانية؟ لا يعني تقريبا نفس الفكرة اللي كنت هقولها لحضرتك. ممكن كمان نقسم الناس لفرق مختلفة جنب شغلنا العادي علشان لآخر السنة تكون اتجمعت وانتشرت. الموضوع ده مهم ومحتاج نبدأ فيه من بدري. حلو قوي، يلا بينا نبدأ شغل. وانا كمان هكلم قسم التحرير علشان يعني يساعدنا في الموضوع ده ويبقى عارف ان احنا استقرينا على فكرة. وكمان هكلم قسم الارشيف عشان يساعد المحررين في البحث. تمام، هستأذن أنا. متشكر قوي يا كارمن على اهتمامك بفكرة الكتاب. عفوا على إيه؟ بعد إذنك. وانت يا بنتي ما تعرفيش تدي لنفسك وقت تتأملي فيه، تشربي فنجان قهوة. حصل ايه لما بنتك راحت تقعد مع ابوها وعمتها؟ ما حصلش حاجة. معلش يا بوسينة، واحدة واحدة على ما تتعود. أنا عارفة والله إن أنا والله العظيم أنا هتعود، بس هو الموضوع بيبقى صعب في أوله. وبعدين مهم، أنا كنت عايزة أخد رأيكم في حاجة كده كانت شاغلة بالي بقالي فترة. ايه في ايه؟ أنا عايزة أشتغل. خير ما تعملي. أحسن حاجة هتعمليها، خصوصا ليلى طول النهار في المدرسة وانتي قاعدة لوحدك. هو أنا بس أكتر حاجة قلقاني يعني إني عمري ما اشتغلت، وبصراحة برضو موضوع السن، خصوصا إن دلوقتي أي حد بيشتغل يا لسه متخرج يا معاه خبرة. سن ايه؟ انت لسه في عز شبابك. هي قصدها يعني ان بقالها 10 سنين تقريبا متخرجة وما اشتغلتش، فتقريبا مفيش خبرة بالنسبة لسنها. انا اعرف واحد بيضرب سيفيهات، اضرب لها CV. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا بوسينة؟ انا عايزه اخدم. بغض النظر يعني هنعملها ازاي، بس ده قرار صح، وانا هبقى في ظهرك لحد ما تعملي كده، ودي احسن حاجة ليكي ولبنتك. ربنا يخليكي ليا يا دودو، ربنا يخليكوا ليا انتوا الاتنين. ماشي، انا هقوم بقى اروح السوبر ماركت عشان عايزه اجيب شويه حاجات، وهبقى اكلمك عشان موضوع اميره. ماشي. باي باي. برافو عليها الصراحه، بس في عيب كنت هضرب لها CV يعني.